ازيكم يا جماعه؟ ونفس القعده اهي قرعه دور الثمانيه، والراجل البرشلوني جاي فرحان فيا، والراجل التاني اللي اخبار صحيح سيميوني اللي بيعرف يوقف رونالدو ايه. والعالم هيتغير في شهرين، تعالى بس الاول نعمل كشف حساب على القرعه اللي فاتت. انا قلت اللي هيتاهلوا يوفي ودورتموند وسيتي وبورتو واياكس وبرشلونه وليفربول وباريس، فانا غلطت في دورتموند وباريس، يعني انا كام؟ 6 من 8. ادهم قال اللي هيتاهلوا اتلتيكو وتوتنهام وسيتي وروما ومدريد وبرشلونه وليفربول ومانشستر، يعني غلطت في اتلتيكو وروما ومدريد، فجبت كام من 8؟ 5. احمد قال اللي هيتاهلوا يوفي ودورتموند وسيتي وبورتو ومدريد وبرشلونه وليفربول وباريس، يعني غلط في باريس وفي دورتموند وفي مدريد، فجبت 5. يعني انا الكسبان، كسبت بقى عشان عارف اللي كسبني ايه؟ اياكس ومدريد. دي اللي كسبت فيها. ايوه بقى توقع. انا عندي سؤال، واحنا لسه نص كوم وانت لابس بكم، ما كل واحد جاي من منطقه شكل، فاكيد ده كسبت ايه بتقول؟ كسبت التوقعات. لبست في القرعه يا حبيبي. ليه؟ لا لبست في القرعه ليه يا عم؟ انا بس عايز اقول بس حاجه والنبي يا شيخ، عشان بس انت راجل برشلوناوي توجه رساله لجمهور برشلونه، قول لهم انه تصريح سمولينج ده مش حقيقي، ده كان تريقه على تصريح فان دايك ومابل. هوصله للجبهه. ومن فضلك ممكن طلب؟ ممكن يعني نتفق على اتفاق. حاضر. احنا هنيجي من غير سمولديني وانتوا تيجوا من غير معيز. لا مفيش الكلام ده. ليه يا عم؟ لا مفيش الكلام ده. لا يا عم تعالوا من غير معيز يا عم، هو بيعمل ايه جنبي يا عم؟ بيعمل ايه جنبي يا عم؟ طيب انتوا ايه بقى شايفين القرعه؟ الماتش الاولاني ماتش ايه؟ القرعه مش عجباني عامه يعني اصلا. ليه بقى؟ لان الاربع ماتشات لو بصيت عليهم هتلاقي ان المتوقع ان هو يطلع من كل ماتش واضح، يعني في اجماع، يعني انت مش هتحتار كتير. لا ماتش مانشستر مش متوقع لسه. ازاي يعني؟ في ايه؟ لا بكلم بجد والله. يعني انت القرعه تحس ان انت خلاص كل ماتش انت شايف عارف مين اللي هيكسب، يعني بالمنطق، الا بقى لو حصلت مفاجاه اللي هي غير متوقعه. انا مثلا كنت عايز القرعه يبقى ايه، فرقتين يقابلوا بعض تحس ان مثلا 50-50 ممكن ده يكسب ممكن ده يكسب. انما انت لو جيت بصيت الاربع ماتشات هتلاقي ان انت عارف مين اللي هيكسب في كل ماتش، واعتقد ان احنا الثلاثه هنتفق على مين اللي هيكسب في الاربع ماتشات. بس هو اقرب ماتش توتنهام وسيتي، بس بقى ميزه القرعه دي انها هتخلي سيمي فاينل نار. طبعا احنا بقى لنا كتير مش شفنا السيمي فاينل. انا بصراحه كان نفسي اليوفي يقابل برشلونه بصراحه في دي. طب ما كده قالوا بعض ممكن في الفاينل بقى. ما انا فاهم هو اخرهم الفاينل. وبعدين حلو ان هم رجعوا الفورمه القديمه بتاعه القرعه عشان نبقى عارفين السيمي فاينل. ايوه ده بس انا كنت بالعكس بحس انها حلاوتها ان انا مش عارفين ان الفرق نفسها مش عارفه هتلاعب مين، انما كده تلاقي يقول لك مانشستر لو عدوا ليفربول ده ممكن برشلونه لا هتلاعب ليفربول، يعني فاهم الفكره؟ لا بس انا يعني عشان كنت قلقان خايف من سكتنا. انت حاجه ثانيه، حاله خاصه بقى ثانيه. انت حاله خاصه انت وجمهور برشلونه وابويا، انت حاله خاصه جمهور برشلونه. حبيت ابوك والله العظيم. الله يخليك، هو بيحبك، هو برشلونه بيحبه. ازيك يا حبيبي؟ برشلونه بيحبه. ازيك يا بابا عمي؟ ماشي معاك حلو اهو، ماشي معاك برشلونه بظبطهم كل حلقه اهو. طيب اول ماتش اياكس ويوفنتوس ايه؟ ما فيهاش. مش عايز تقول اياكس تاني؟ طب ما هو خرجوا من مدريد يا جماعه. بص هقول لك حاجه، انا لما اتفرجت على الماتش انا كنت منبهر بيهم جدا بالطريقه اللي لعبوا بيها، بس ما اظنش ان هم لو لعبوا قدام يوفي بالفورمه اللي هو شفناها في ماتش العوده. ملاعب عجبني قوي حته سبينتزولا وبرناندسكي لما وسع بيهم وعمل بيهم الماتش صراحه. أليجري كسفني قوي الصراحه. أليجري البهيمه. أليجري كسفني قوي. راك في البهيمه اعمل ايه؟ راك في سيميوني لما وقف رونالدو. ما خلينا ناخدها حته لو على الكسفه اللي انت فيها حازم. بس هو الماتش الاول كان وحش ماشي، يعني الذهاب كان ضايع. بص انا اقول لك حاجه، هو ماتش الذهاب يوفي ما راحش، ماتش العوده اتلتيكو ما راحش. ايوه ده يعني ده اختصار كده. يعني أليجري يعتبر ماتش العوده ده احسن ماتش تقريبا عمله في حياته مع اليوفي، ومش عامل زيه صراحة. يعني حتى كمان التشكيل لعب بيه والخطه اللي لعب بيها وحتى التغييرات اللي كان بيعملها طول الماتش، يعني الحاجات دي انا ما اعتقدش ان هو هيعملها تاني في حياته. طيب يعني قدام اياكس ايه؟ بص اياكس عملوا اداء حلو جدا في الماتشين، ماتش زي ماتش العوده قدام ريال مدريد. المفروض ان احنا الماتش ده هنشوف كوره حلوه جدا. انا متوقع ماتش هيبقى مفتوح، واياكس اعتقد ان هم خلاص هم تبع ريال مدريد، فهيلعبوا اللي هو عادي ايه يعني يوفنتوس. ويوفنتوس على فكره دفاعها مش اللي هو يعني مثلا مش زي ما كنت متخيله، لا عندهم مشاكل دفاعيه كتير. هم دلوقتي هو كل تركيزهم على الاوفرات بس. أيوة. هو عايز يكسب، هو بيلعب على رونالدو مانزوكيتش، وزي ما احنا شفنا كده في الماتش بتاع اتلتيكو، مع ان اتلتيكو كان عندها دفاع اللي هو يعتبر من احسن الدفاع الموجود في العالم، بيتعامل مع الكره العاليه. فانا استغربت عشان كده بقول لك ان اتلتيكو الماتش ده ما جاش. يعني انا عشان اتلتيكو حتى لو في 50% من حالته، انا طول الماتش ما فيش اي كره عاليه خدوها تقريبا. يعني الكره كانت بتعدي من خيمينيز وبتعدي من لا فعلا اللعيبه ما كانتش موجوده الماتش ده. انا شايف ان طبعا اليوفي هيتاهل ما فيهاش كلام، بس الماتش هيبقى فيه كره حلوه.
اياكس ممكن تعمل مفاجاه ما اعتقدش، بس انا شايف ان هم ممكن هيضايقوا اليوفي كتير، وممكن هم فعلا لو استنوهم ورا ولعبوا على الكاونتر اتاك اعتقد ان هم هيعملوا لهم ازعاج جامد يعني. بس دي وجهه نظري في الماتش ده. بص الاياكس اولا، اياكس عشان بس تبقى عارفه اياكس مش اول الدوري، اياكس الثاني وفرق كام نقطه ومش ماشيين قوي، بس هم بيلعبوا اللي هو بفكر اللي هو انا ما عنديش حاجه اخسرها، انا هخش اموت نفس الماتش ده. هو ديونج عجبني جدا قوي طبعا مش راح برشلونه حبيبي يا برشلونه، يا بابا برشلونه حبيبي. وديليخت برضو التارجت بتاعنا، بس حكيم زايتش لا يعني حقيقي واسمه ايه ده تاديتش ونيريز، ولا هم عندهم كويس، هم بس عندهم مشكله تانية في حراسه المرمى بس اعتقد هي دي. بس قلنا والله يعني بس كان نطه كده. اياكس ولا يوفنتوس؟ انا يوفنتوس. انا اقول لك بقى الماتش ده اياكس هيمسكوا كوره وهيبنوا من ورا وهيلق في الماتشين، ماتش التورينو وماتش بتاع، وهيخرجوا يوفنتوس وهيبقوا حصان اسود للبطوله. ماشي قد الكلام ده، قد الكلام ده متاكد؟ اياكس هيتاهلوا خلاص، اياكس هيتاهل. ماشي. بنك عودة يا جماعه بيقدم فرصه لعملائه ان هم يسافروا يحضروا ماتشات في الشامبيونز ليج في السيمي فاينل او في الفاينل. كل اللي عليهم ان هم يستخدموا بطاقه الماستر كارد الائتمانيه بتاعتهم او بطاقه الخصم المباشر. كل ما هيستخدموها اكتر كل ما هيصرفوا اكتر، كل ما هيزودوا فرص ان هم يكسبوا ويحضروا ماتشات في الشامبيونز ليج. ماستر كارد من الاوفيشال سبونسرز بتوع الشامبيونز ليج، فالموضوع مضمون يعني. مين بقى توتنهام ومانشستر سيتي؟ مش محتاجه صراحه مش محتاجه. ليه مش محتاج؟ انتوا بتسالني ليه؟ اتفضل يا عم اتفضل يا عم. بس هفهمك رايح جاي، خدوهم رايح جاي. الصراحه انا استغربت بصراحه. بص انا هسيبكم انتوا تتكلموا ماشي، وقولوا اللي انتوا عايزينه عن سيتي وامدحوا في جوارديولا وامدحوا هنمدح جوارديولا البهيمه، مش ده بتاع برشلونه جوارديولا هو وراك اهو. بص باصص لك ازاي ده باصص له حتى هو الناس اللي بتجيب في سيرتها قاعده جنبنا، انا مش عارف ده حاجه غريبه اهو باصص لك اهو. بص يا عم، انا شايف بالنسبه لي جوارديولا الماتشين دول، اولا بوتشيتينو الضغط العالي ده خلاص ما بقاش ياكل مع جوارديولا، بقى هيطلع ضغط عالي هنلعب لك كوره طوليه، عارف انت حتى لو فكل الماتشات سيتي بتنزل قدام توتنهام بتلعب الكره الطوليه وبتكسبها في نص ملعبها، عشان هناك مفيش وانياما كان مصاب ماتشات كتيره جدا وفورمته واقعه، سيسيكو مش اللعيب اللي كان ديمبلي وانياما واحد فيهم اللي يقطع ويقف بالكوره، ضاير حمار جدا في الكوره العاليه. بالنسبه لي ان سيتي اقصر حاجه اللي هتلعب كوره طوليه هياخد حد من نص الملعب يستلم وهيروح، وخلصوا ماتشات كتير جدا في الاتحاد في اخر كام سنه في الدوري 3-1 و4-1 ومش عارف ايه وبتاع، غير الباكين اللي بيلعبوا في ظهرهم 3-4-3 تريبيه وديفيس. انت عارف المشكله في المشكله ان توتنهام انت مش فاهم لهم حاجه يعني. مره على فكره قلت لك الكلام ده في الحلقه، قلت لك مره تلاقيهم عاملين اداء مش طبيعي ومره ثانيه تلاقيهم مش موجودين خالص. دي حقيقة. ما هي دي الفكره بقى. عمري ما شفت الفريق يروح يكسب دورتموند في ارضه ويخسر من ساوثهامبتون في ارضه بعد ما كان كسبان 1-0 في الشوط الاول. دي حاجه انا باجي اتفرج عليها اهو فول تيم وساعات تصدق حاجه غريبه. لا هم كانوا ماشيين كويس، رجع تقريبا خسرنا اكتر من كسبنا، وكانوا ماشيين كويس في الدوري ومره واحده هوب دروب، مع ان هم يعني الدروب ده جه من ساعه ما الي وكين رجعوا والدروب ده حصل لهم. اقول لك حاجه، الكام ماتش اللي كسبوهم دول والي وكين مصابين كان بسبب ان سون اللي بيشتغل على الجون بيخش يعني كانت الحاجه الغريبه بتحصل، فكان في توفيق زياده عالي من الفرص اللي بيروحوا فرصتين في الماتش كله بيخلصوا واحده، فمش برضه يعني شطاره منهم او كره منهم او كده. طب انا عندي سؤال ليكم انتوا الاثنين، شايف ان بوتشيتينو يبدا ب3 ورا ولا يبدا ب4 في الماتش؟ انا نفسي يبتدي بنفس خطه الذهاب بتاع دورتموند لما كان ليفرتونجن على الشمال. لا يعني كانت انت شايف ايه؟ لان في مشكله ديفيس وروز كويس، ديفيس ضايع، وتريبير اتكشف بعد كاس العالم وحش قوي. تريبير وحش قوي، هو لازم يلعب باوريير طب وسانشيز اللي ورا ده ما فيش خالص، ده وحش قوي جدا. ده كان بيلعب جنب ديليخت في اياكس وهو اللي اخترعه وكان بيتقال ان زيدان عايزه في ريال مدريد وبتاع، وكان على فكره السيزون اللي فات كان عامل سيزون حلو، السنه دي برضه مشكله. انا يعني مش قادر عارف ادافع عن توتنهام لان انا ما اعرفش انه توتنهام اللي هتظهر قدام سيتي. هي دي الفكره، توتنهام الرهيبه اللي بتمسك كوره. انا شايف انه هي 3 لازم يلعب ب3 عشان المشكله في سيتي قلنا لما بيلعبوا الكات باك ويقطع او حد يلعب في ظهر الباك جاي من الناحيه الثانيه بالعكسي، فتكون مأمن نفسك في دي حاجه، لان الباكات بتاعك بيطيروا لما بتلعب ب4 مش ناقصه. حاجه ثانيه ان عشان تكون رامي سون قدام قوي، مش 4-2-3-1 ويلعب على الشمال او تحت كين، ما هو دي اللي يلعب فيه، فلازم ترميه قدام قوي ويسقى وجنب كين وتحتيهم ديلي الي وإيريكسون. هو مثلا مش ممكن يقسم ماتش على مراحل ان هو مثلا يخلي مثلا الي على الدكه ويلعب بإريكسن وقدامه يلعب سون وهاري كين، يلعب 3-4-1-2 زي ما هو بيلعب. لا بقول لك إريكسن وممكن الشوط الثاني يغير شكل الفرقه مثلا، او لما ينزل لو يقسم الماتش على مراحل
انا مثلا ابدا الماتش او عارف ان السيتي مثلا هيضغط فانا بامن وراه وبعد كده العب الشوط الثاني مثلا اللي هو السيتي عامه. الماتش اللي هم لعبوه قدام السيتي والسيتي كسبته اللي هو جون محرز ده راحوا الشوط الثاني على 4 كور على جون السيتي وضيعوه. يعني اصل انا بحس ان اللي بينزل يفاجئ السيتي في اول الماتش بيزعل في الاخر يعني فعشان كده انا بقول ايه اللي هو لازم في اول ماتش انت بتمتص السيتي لحد ما اللعيبه تتعب نوعا ما كده تبتدي انت ايه ترد عليهم بقى الهجمات. فهو ده اللي انا بتكلم فيه ان هو لو قدر ان هو الشوط الاول في الماتشين يقفل كويس والشوط الثاني برضو بدا بقى ان هو في اخر ربع ساعه يلعب بقى ان هو يبتدي يريسك شويه خصوصا كان هم كان بيفتحوا اكتر هيبقى عنده فرصه ان هو يحط جوان في السيتي دي. وبرضو الكور الثابته برضو انا شايف ان هي دي لازم تضاف عند السيتي لازم توتنهام تستغلها. طبعا عندهم فيرتونجن وعندهم الدرفايلد وعندهم هاري كين برضو دي نقطه مهمه جدا لو برضو عرفوا يستغلوها نفس الكورسات حلوه جدا. فلو الركنيات والكور الثابته لو عرفوا يستغلوها هتبقى برضو سلاح مهم ليهم. يعني توتنهام ولا سيتي؟ لا سيتي طبعا ما فيهاش. وانت توتنهام يعني انا شايف بس حاجه اخيره بس انا على السيتي انا بقلق منه في دوري الابطال. لا بس ما دي النقطه انه عشان بيلعبوا فريق هم لعبوه كتير قبل كده ومتعودين ان هم يكسبوه هناك وهنا فهيبقى بالنسبه بس الماتش مقفل يعني قصدي ده ماتش دول ماتشين خروج مغلوب مش ماتش دوري. فاللي هو هتلاقي كل واحد بالذات توتنهام نازل اعتقد ان هو هيبقى مقفل. الماتش ده هيتلعب في ملعبه الجديد. ايوه ده لسه كنت عايز اقوله ده انا بقى خايف منه ان السيتي تيجي بقى في اول ماتش في الشامبيونز بوظ الدنيا كلها. ماشي يعني انت توتنهام وانا السيتي وانت السيتي. انا شايف ان هم عشان عارفين ان الفرقه دي وكسبوها مليون مره قبل كده فعادي هيعدوها يعني. طبعا انت بتختار الاختيارات لا بص اختيارات السيف انت ما على فكره عشان ما تخسرش تعفرش عليك مش عايز ترمي واحده زي سيف عايز تكرر ده مش انا عارف على فكره. بس بمناسبه حوار سيميوني ده يا جماعه ايوه هو فعلا والله العظيم بكلم بجد اخر ماتشين قبل ما رونالدو يمشي في الدوري ما بتكلمش على الشامبيونز ليج ماتش الهاتريك أيوه. هو فعلا كان محجمه وحتى ماتش الذهاب كان فعلا محجمه. بس هو لو رونالدو حط جون الماتش يفتح معاه بهاتريك فاهمني. بس انا كنت بتكلم ساعتها ان هو اخر كام ماتش في الدوري فاهمني. بس يعني خلاص يعني الراجل هو اللي كسبهم وعمل ريمونتادا ليفربول وبورتو ده حظ الدنيا والاخره ده ما هنتكلم فيها دي. طب ما تيجي اقول الكرسي في كلوب وبورتو هيطلع لليفربول ماشي يلا ايه لا طب ايوه زي حوار سيميوني وزي حوار يعني انا من غير ما اتكلم والله في اي كوره ليفربول. انت عايز تقول حاجه؟ لا ليفربول اقول بقى اللي انت عايزه. انا عايز اقول حاجه ليفربول وانت بتتكلم في حوار ده كتير قوي في حلقات الدوري الانجليزي عندهم مشاكل كبير قوي وحته صلاح دي كمان بالذات لعبه اتحفظ وحتى كذا حد اتكلم في الحوار ده ان هو لعبه اتحفظ ما عندهمش حلول. فان دايك الفتره الاخيره بداوا يستغلوا الكور العاليه بالذات الكور اللي هي الضربات الثابته والركنيه لان ايه فان دايك بيزيد وماتب بيزيد بالذات فان دايك كمان مميز في الحته دي. انما هم في اللعب المفتوح مش بيستغلوا خالص الكروسات مع ان هو عنده ممكن مثلا في الاوفر بتلاقي ممكن ماني يخش جنب فيرمينو لما مثلا الاوفر سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال يعني هم ينوعوا لعبهم مش كل لعب ان انا العب على المساحات والعب على صلاح والعب على ماني. الشوط من بره مفيش شوط من بره خالص يعني تشامبرلين السنه اللي فاتت كان بيشوط من بره كتير وكان بيديهم حلول لما ميلنر المفروض ان هو بيشوط المفروض ان هو بيشوط محدش بيشوط فيهم خالص. يعني انت بورتو ليفربول؟ لا يا عم ليفربول يعني ليفربول احنا 3 ليفربول مش محتاج افكك. نيجي يا جماعه اخر ماتش لا بتلاقي ابلع عليك كده شويه. انت هتتكلم فيه ليه طيب؟ لا ابلع عليك كده شويه هو خلصان كده مانشستر يونايتد وبرشلونه الكسبان من دول هيلاعب ايه ليفربول من سيد وراك اهو سيد مين يا جماعه؟ بس انا عايز هو ليه ده في ناس يعني في ناس مش فاهمه حوار سيد معزه ده. سيد يا جماعه اللي هي جايه من ايه؟ من سيد اللاعبين والمعزه جايه من جوت دي يا جماعه كلمه جوت حروفها اختصار لجمله ايه؟ ذا جريتست اوف اول تايم يعني احسن. يعني انت الواحد بيشكر في سيد معزه كده لما يقول انه معزه. انت الحلقه ماتش باريس ومانشستر هتقول لي لما لقيتني عمال اصوت واعمل كده قلت لي مانشستر قلت له بصفقه يا حبيبي. وانا قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ قلت شهر 2 اللي هتتغير كل حاجه هتتغير يعني بصراحه. ده مورينيو مش تاني يوم مش تاني يوم بعد الحلقه يعني امانه الله احنا بصراحه الماتش ده كان المفروض يكون برشلونه وباريس بصراحه بصراحه يعني الفيديو تشتغل في ماتش باريس والهاند بول وتشتريها شكل. فاحنا ما طلعناش بسبب ان احنا يعني عملنا الجيم الحلو قدام باريس هناك. لا لعبنا على قد امكانياتنا وهم اللي ايه غلطوا وبوفون يعني ادانا الماتش. انا دي مقدمات كل دي. فبص فرحان قوي دلوقتي انا يعني انا هسالك السؤال اللي انا سالته ايه في الحلقه اللي فاتت. انت كراجل برشلوني يعني شايف ايه ممكن نقاط قوه مانشستر تخاف لا انا والله العظيم فعلا انا بقى خايف من حاجتين. ايوه الحمد لله في حاجتين اهو. اول حاجه ايوه نتكلم بقى ايوه قول اهو. فالفيردي لما بيلعب سيرجيو روبرتو ناحيه اليمين
ويقفل. انت عندك الجبهه دي لو عندك مارشال جاهز عندي هو مرهق شويه بس عندي. انا بقى بخاف لما في ماتش ليون كسبنا 5-1 وكل حاجه. أيوة. بس روبرتو كان بيتلعب عليه كور كتيره، بطيء معرفش ليه بيحبه، ومع ان سيميدو اتحسن جدا على ايده برده مفيش، برضه يقعد يلعب روبرتو. دي انا خايف منها يعني. انت وبعدين الماتش الاول هناك وانا عارف فالفيردي هينزل 4-4-2 غالبا وهيقفل وهيقف، وانت عندك بقى ايه. طب لو لعب براكي او فيدال قدام روبرتو هيقفل الحته دي. ما عملها والله عملها قبل كده، عملها في ماتش مدريد تقريبا الثاني صدقني روبرتو عملها في اليوم بعد كده. تحس ان في حاجه كل ما بيلعب في بينفع في ماتشات معينه بس قليله قوي. هو انت محتاج سميد. لما فيدال لعب حلو ماتش بيتس جدا. لا فيدال على فكره وركيتيتش على فكره ماتش ريال برضه عمل ماتش حلو قوي. بص عشان دايما بنتقد اثنين، فيدال سوري راكيتيتش وبيكي، الاثنين لما بيلعبوا حلو قوي بيبقوا رهاب. دي حقيقه فعلا. لما بيلعبوا وحش احنا اول الموسم احنا كنا ايوه كنا لو حد فاكر هنخسر كتير قوي. احنا الليجا كلها كانت عماله تخسر وبسبب بيكي ضيعنا. بس بيكي دلوقتي مسترجل ودي حاجه الحمد لله. هي الفكره برضو فعلا زي ما هو الادهم كده، في لعيبه كده لو في يومها برشلونه يعني ما فيش اي فريق يعرف يكسبها. معلش يعني انا بكلم بجد والله على فكره. حتى لو اليوفي اللي انا شايف ان هو المفروض دلوقتي هو يعتبر من اقوى الفرق اللي موجوده في الثمان فرق، بس فعلا برشلونه لو في يومها طبعا ميسي ما ده في حاجه في حته لوحده يعني. بس انا لا انت حر استفز فيه كده لحد ما يوديك ورا الشمس. لو دفاع برشلونه بالذات كمان في يومه وسابوا الدنيا لميسي وسواريز دلوقتي بدا يفوق طبعا، بعيدا بقى عن الحوار ال 10 ايام وال 15 يوم اللي هو خدهم اصابه دول، فلا طبعا برشلونه هتزعل يونايتد يعني. فهي دي النقطه. بس فين نقطه القوه تاني؟ انت قلت فالفيردي سيرجيو فين الثانيه بقى؟ ادي نقطه قوه ثانيه بقى، ادي واحده كمان. لا دي نقطه ضعف برشلونه. يعني ممكن برشلونه مثلا تخطف جول في اول الماتش ده، طب متوقع يعني ممكن تلاقي فالفيردي مقفلك الماتش كله. طب يا غبي طب ما خش خلص على الدفاع حط الثاني. بس عايز اقول لك حاجه، انت الفكر النقطتين ضعف قوه مانشستر فالفيردي يعني مش حاجه في مانشستر نفسها. انت لا انا عندي سؤال لك انت بقى، بانك بتشجع مانشستر. ايوه يا باشا بشجع مانشستر يا باشا. هنخاف ولا ايه؟ طيب تفتكر لعيبه مانشستر هيدوا كام فاول لميسي حوالين ال 18؟ بص يا حبيبي بص انا احنا اهم حاجه لميسي ان احنا هيريرا يمسكه مان وياخد انذار ما يلعبش ماتش العوده. الثانيه حاجه ما ندلوش مساحه انه يشوط ولا يباصي ولا يتحرك. نكتفه كده عارف ماشي في الملعب مكتف كده. تالت حاجه انه ايه في الحيطه لو جت فاول ولا حاجه زي ما انت بتقول ان هو نايم واحد تحت الحيطه ونوقف اثنين على الارض دي. طب واحد نام الماتش بتاع بيتيس برضه. اقول لك واحد بقى على الارض دي والارض دي بقى. بس احنا بص احنا نلعب والله احنا مانشستر عشان تكسب الماتش تلعب على ميسي خلاص. حد بقى عمل حاجه تانية من برشلونه مالناش دعوه. بس طب انا هقول لك حاجه. انا شايف في حاجه بس بالنسبه لمانشستر، لو رمى لوكاكو في ظهر قلبه بكلام جد والله. لان قلبه بيتقدم كتير قوي. لو رمى راشفورد ولوكاكو هم الاثنين رماهم على الاطراف في ظهرهم هم الاثنين ولعب في ظهرهم كتير لما بيتقدموا، والله العظيم مانشستر والله العظيم فعلا. اكلمك ككوره اللي انت بتقوله ده نقطه فعلا مهمه جدا. ده نقطه وفعلا لعبت كور طوليه اصلا للوكاكو عشان يقصر قلبه وهو ممكن يكسب لا قدر الله يعني. بس ما يحطلوش كور مع بيكي وامتيتي في هو طبيعي واحد لازم يوعى طبيعي واحد من المساكين هيروح يغطي ورا قلبه. انا بتكلم في قول يعني. في احصائيه بيقول لك ان اطول مانشستر كل لعيبتها مش عارف عندهم كام لعيب فوق المتر 90 وبرشلونه بس بيكي اللعيبه بتاع الكوره العالميه. انا معاك ماشي بس على الاطراف بس يكسب حاجه لوكاكو. بس بتتكلم في نقطه ثانيه ان انت برشلونه في العرض في الاطراف لما بتقدم بقى قلبك. معظم الماتش ده ماتش الكامب نو بالذات ماتش الاولد ترافورد لا ممكن فعلا فالفيردي يعمل زي ما عمل قدام بيتس كده هيسيب الكوره ويلعب على مرتدات. لكن انا بتكلم برشلونه بتلعب على مرتدات انت متخيل. بس انا بتكلم في ماتش الكامب نو انت فعلا برشلونه هي معاها الكوره 3/4 الوقت. فانت لازم لما تروح على الجول تخلص ما تشوفش بقى من راشفورد زي ماتش باريس كده خلص. والله العظيم بهزر. دي حاجه ثانيه. برشلونه لما تروح على الاطراف سواء سيميدو هيلعب ماتش العوده ده وش والناحيه الثانيه قلبه برشلونه راس عرضيات والكات باك اللي بيلعبها لورا مين جاي من ورا. احنا عندنا الباكات بتاعتنا ده شو مش هيلعب لو خد مش حاجه كده. هو مش هيلعب ماتش الذهاب وماتش العوده ده له يونج وصباح الفل صباح الفل بالقوي. والاناناسيه سمولينج ده هيخش في كره مع سواريز ولا ميسي حاجه هياخد طرد. انا يا عم صباح ده اومانجا كان هيطول ماتش ارسنال يعني.
فلا المشكله في خط الاربعه بتوع الدفاع دول ما يستحملوش الماتش. انت عندك هتاخد فورمه من ماتش، هتاخد من هيريرا، هتاخد من بوجبا، اللي هتحاول فعلا تعمل الصداقه. بوجبا بيظهر في الماتشات الكبيره ولا لا خالص، بس تحاول تعمل لا هو يلعب لك الثرو زي على ماتش توتنهام، وزي عمل في كام ماتش كذا ماتش في بتاع الارسنال، ماتش تشيلسي بتاع الكاس، انه يلعب الكور الطوليه في ظهر الباكات ويلعب ده تمام، يعمل تسريعه جديده بس يعمل عامل قصه ده حلقه القصه الذهبي ما هو عشان بيطول عشان بيقص عشان يعمل قصه يبني الاول وجديد. والله ما بهزر. عندك كمان في حاجه احتمال ديمبلي ما يلحقش الماتش الحمد لله احنا ناقصين يا حتى لو رجع هيبقى لسه راجع من اصابه الحمد لله. يعني انت برشلونه وانت برشلونه طبعا. انا طبعا مانشستر. بابا من فضلك انا بحبك ما تخليش الحاجات دي ما تدخلش الكوره ما بيننا خلاص. مانشستر في ميسي فميسي بيلغي يعني عارف تقعد نتكلم في الكوره ونهري كده يوم ميسي ده جايب على شماله وشاي جول يعني انت بتقعد يعني على فكره انا عايز اقول حاجه برضه نسبه ميسي يعني انا بشوف ان السنه دي مستواه يعني اللي هو ايه يعني زي السنه اللي فاتت وبيعمل كده امال مستواه لو توب طول السنه هيعمل في الناس ايه والله العظيم بتكلم بجد. والجون ده والله العظيم انا ده ماتش ده الراجل واقف محترم في جول مش متقدم. انا اتهبلت والله العظيم ده لو مركب سنسور في رجله 90 على فكره والله العظيم لو مركب سنسور والله العظيم هيحطها كده والله العظيم فعلا مش انا بص يا جماعه احنا عايزين نقترح بقى بالمناسبه دي نعمل قانون ان ما حدش يتكلم عليه في الكوره. يعني انت ما ينفعش اي حد فينا او اي حد في العالم اصلا يقيمه او يتكلم عليه في الكوره فعلا بجد. يعني حتى كمان الارقام اللي انت قلتها في حاله دوريات الكوكب يعني ان هو لو عدى كام بيليه فعلا يا جماعه والله العظيم بكلام بجد هو فعلا هيبقى انا ما شفتش انا بيليه ولا مارادونا ولا الناس دي كلها بس لما اشوفه من ميسي اعتقد ان هو هيبقى اعظم لعيب في تاريخ الكوره لو فعلا يعني حتى ارقام بيليه دي هو قريب منها جدا. لا بس ما حدش بقى كده يقول لك بقى بيليه ومارادونا لا فعلا ميسي يا جماعه لا بامانه مش طبيعي. طيب يوفنتوس ومانشستر سيتي في السيمي فاينل او بما انهم اتاهلوا يعني يوفنتوس لو كان مين انا شايف ان النهائي هيبقى يوفنتوس وبرشلونه خلاص النهائي اخر كده يعني برشلونه هتعدي ليفربول حتى لو ماشي. لا انت بتتكلم عايز سيمي فاينل بقى يوفنتوس والسيتي. سيتي طبعا. والناحيه الثانيه برشلونه ولا مانشستر ولا ليفربول؟ برشلونه. مانشستر وليفربول يا ابني برشلونه يعني سيتي وبرشلونه وانت يوفنتوس وبرشلونه. انا مانشستر ويوفنتوس. ايوه يا ابني هنعدي ليفربول كمان. هو حتى يبقى مرضي والله يوفنتوس خدها او رونالدو وكان بيلعب عندهم مانشستر خدها يبقى ماشي. عايزين تقول حاجه في الاخر؟ لا كده زي يا خيبتي السوداء يا خيبتي السوداء. كنا ناخد بورتو يا عم ولا توتنهام ولا حاجه. الحمد لله. ماشي يا جماعه دي حلقه توقعات الجبنه بتاعت الواندا مترو. الفاينل هتلعب فين؟ في الواندا مونتريبوليتانو. الواندا هتلعب فين؟ الواندا متروبوليتانو. برافو عليك. قلت لك 5 مرات. طب هو انا سوا كده؟ الواندا متروبوليتانو. لا 1 2 3 مع بعض وليه عامليننا ماشي 1 2 3 الواندا متروبوليتانو واندا متروبوليتانو واندا متروبوليتانو واندا متروبوليتانو واندا متروبوليتانو واندا متروبوليتانو واندا متروبوليتانو. خسرت الواندا متروبوليتانو واندا متروبوليتانو خسر. لا احنا موجودين على تويتر وانستجرام ويوتيوب وفيسبوك على كده نيجي فنيين ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.